السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. وفي الفيديو ده يا شباب هنتكلم عن البوكو باد، وهل البوكو باد يستحق الشراء في 2025 ولا لا، وهل هو اداؤه في الالعاب كويس مقابل سعره ولا لا. كل ده هتشوف الفيديو ده، بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه عشان خاطر انا بفيدك فانت ادعمني عشان استمر في المحتوى ده ان شاء الله. واللي محتاج حاجه زي ما بقول لكم يكتب في الكومنتات محتاجين نتكلم عن ايه او عامل ريفيو عن ايه، وانا عنيا ليكم بالظبط. طيب اول حاجه نتكلم عنها هو سعر الايباد لسنه 2025 في مصر عامل كام. سعر الايباد ده يا شباب انا دخلت بحثت عنه كتير عشان اوصل لاخر سعر، لقيت ان سعره بيتراوح ما بين ال15000 لل20000، وفي ناس بتلعب على الاسعار دي. فانت دور على افضل سعر كويس مناسب ليك، وبلاش تجيبه مستعمل، تجيبه كسر زيرو يا اما تجيبه زيرو بعلبته بكل مشملته. فيا شباب انا شفت على الويب سايت اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، هي الويب سايت عرضاه على 15999، يعني 16000 جنيه مصري. ده بعد الخصم، اما قبل الخصم فهو عامل 18000 جنيه مصري بالظبط. فانت يا حبيب قلبي شوف اللي يناسبك والبادجت اللي معاك، الفلوس اللي انت تقدر تدفعها، وشوف اللي يناسبك سواء مستعمل او زيرو او كسر زيرو. يعني انت وراحتك، كل واحد وراحته، كل واحد وميزانيته، فالمناسب ليك هاته. يعني ده الأصح عامة. بالنسبة بقى لأداء الجهاز في 2025 عامل ازاي، وأداؤه في بابجي عامة يا شباب، يعني معروف إن بابجي بتحتاج أجهزة تقيلة عشان خاطر تشغلها أو تشغل الفريمات، فبنعرف نعدل الفريمات وهي بتلاج ولا لأ. الجهاز ما بيلاكش معايا، بيفايت حتى لو في 50 واحد في المنطقة بطلع أي مود ما بتفرقش معايا عادي، ما بيرندرش معايا الحمد لله. بيشغل معايا لحد ألترا اتش دي، تمام. فده حاجة كويسة جدا، ولكن بيشغل الترا اتش دي على 40 فريم، وبيشغل الجرافيك الاقل بعد كده على طول الاتش دي ار والاتش دي والبالانس والسموث، بيشغل كل ده على ال60 فريم. ولكن اعتقد ان بابجي موبايل هتنزله تحديث هيدعم ال90 فريم، لانه يستحق ال90 فريم بصراحة، وما اعتقدش ان هو هيثبت على ال60 فريم. فان شاء الله بابجي هتنزله تحديث. وجربت العاب تانية زي بلاد سترايك، جربت العاب تانية زي وور زون، جربت يعني في العاب كتير انا جربتها، وبصراحة اداؤه جامد جدا. ده بجانب ان الايباد نفسه يا شباب مساحته، يعني الشاشة بتاعته 12.11 انش، فده هيساعدك جدا لو انت بتذاكر او لو انت بتتفرج على فيلم، سواء انت والعائلة بتاعتك، وتقدر تحمل عليه العاب كتير او افلام كتير. انت كده كده معاك 256 جيجا، والرامات بتاعته يا شباب هي 8 جيجا، ومنزلش اصدار اعلى من كده يا شباب. دي اعلى اصدار نزل، لان هو اول اصدار اصلا من فئة بوكو باد ينزل، ده طبعا بعد الشاومي باد 6 تقريبا. فانا عن تجربتي الشخصيه يا شباب لسه بلعب بيه، وزي ما بلعب بيه قدامكم في الفيديو دلوقتي ما بيهنكش، ما فيش اي حاجه. عن تجربتي الشخصيه الايباد كويس، الايباد جميل، ما فيهوش اي عيب، ما فيهوش اي مشكله. ولكن انت وذوقك او انت وراحتك، انا بفيدك وبقول لك تشتريه ولا لا. انا مش بقول لك روح اشتريه، انا مش بجبرك، ولكن الايباد انا شايفه كويس. الريفيو بتاعي عنه ايباد جميل جدا، وشوف الفيديو الريفيو كامل عنه في الفيديو اللي فات اللي قبل الفيديو دوت، وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله الايباد كمان يعجبكم. فما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لحضرتك في اول الفيديو، وكمان تعمل لايك وتعمل اشتراك. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله يا شباب، والسلام عليكم.